السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم فرح في قناة غوسيتي أسيس دو غومير. اليوم إن شاء الله راح نديرلكم مايونيز. هذه مايونيز حتجيكم شوية غريبة لأن فيها بطاطا، لكن صدقوني هذه المايونيز تجيكم تشبه بزاف تاع المحلات. حتعجبكم بزاف إن شاء الله، و حتجدكم وقت طويل في الثلاجة. خمن هذيك ديروها بالبيض النيء. هذه كلش طيب، راح تجيكم روعة كما نقولوا، وإن شاء الله تعجبكم. نبدأ الآن بمقادير الوصفة. عندنا حبة تاع بطاطا كنا غليناها من الأول وخليناها حتى طابت وهرسناها بالفرشيطة. عندنا حبة تاني تاع البيض غليناه ونستعملو إلى صفار تاع البيض. عندنا كاس تاع الشاي تاع الحليب، كاس صغير تاع الزيت، ومغرفة كبيرة نتاع الخل الأبيض، وعندنا تانيك شوية تاع الملح وفلفل الكحل. الآن ندوزو لطريقة تحضير هذه الوصفة. تحضير الوصفة: ناخدو البول اللي نستعملو في هذه الوصفة، نديرو فيه البطاطا والصفار نتاع الحبة تاع البيض، ونضيفو الكاس نتاع الحليب، والآن نضيفو شوية نتاع الملح وشوية فلفل الكحل. يعني نخلطو كامل هادو المقادير مع بعض. والآن نضيفو مغرفة كبيرة تاع الخل الأبيض. اختاري الخل الأبيض اللي عنده طعم تاع الثوم. وفي الآخر نضيفو الزيت، نديرو غير بشوية تاع الزيت ونخلطو. لازم تختاري الزيت اللي ميكونش فيها الريحة. كما أن تعرفين ندير دائما في لوريال عندها طعم شباب ما فيهاش الريحة تانيك. ونبدأ نخلطو في هادو المقادير. بنستعملو طبعا ميكسور أبغا، ندخلو كامل لداخل باش تخلط البطاطا وصفار البيض. وخرجيه غير بالعقل كما راك تشوفي بهذه الطريقة. خلطيه هكذا حتى تكملي. هذه الوصفة كما قلت لك ناجحة 100%. نديروها في البيت، خمل هذيك اللي نشروها في المحلات. كما تعرفي تاع المحلات يديروا لها مواد حافظة راح تضر بصحتنا. هذه تاع البيت نعرفو كيفاش استعملناها واش درنا فيها، يعني تجي احسن 100% من هذيك نشروها من برا. والآن ضربت الزيت. نكمل نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الزيت ونرجع لكم ان شاء الله. فوالا راني كملتها بعد ما خلطتها مليح بالميكسور. دوك نوريها لك كيفاش جات. هاي ليك المايونيز تاعنا كما كتشوفي جات ناجحة 100%. درناها في البيت مضمونة. عرفنا كيفاش درناها. ان شاء الله تعجبك انت تانيك وديريها لاطفالك، وان شاء الله نديروها كامل في شهر رمضان. وان شاء الله ما تنسوناش بلايك وبالاشتراك وبتفعيل الجرس باش يصلكم كل جديدي فور نشره على اليوتيوب. وان شاء الله نتلاقى في فيديو قادم بحول الله، ومع الف سلامة.